معلش، ده كان كابوس. بس تعرفي إن الدواء اللي أخدتيه النهاردة ممكن يكون السبب؟ في أدوية كتير اتعمل عليها دراسات بخصوص تأثيرها على النوم والحالة النفسية، وبعضها ارتبط بزيادة الأحلام المزعجة والكوابيس. هنقول 3 أنواع شائعة والباقي هتلاقوه في التعليقات. دواء الحساسية الشهير سينجولير مونتيلوكاست عليه تحذير من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA بخصوص أعراض نفسية زي الكوابيس والهلاوس. يعتقد إن بعض نواتج تكسيره ممكن توصل للمخ وتأثر على التوازن بين السيروتونين والدوبامين، وده ممكن يفسر ظهور الكوابيس عند بعض الناس. حتى أدوية النوم زي نايت كالم الزوبيكلون بتشتغل على مستقبلات جابا علشان تهدي المخ وتساعد على النوم، لكن في بعض الحالات ممكن تغير طبيعة النوم وتخلي الأحلام أكثر غرابة. وفي حالات نادرة تم تسجيل سلوكيات أثناء النوم زي الأكل أو الحركة بدون وعي كامل. ودواء الشلل الرعاش سيناميت ليفودوبا بيرفع مستوى الدوبامين في المخ، وده ممكن يأثر على المناطق المرتبطة بالأحلام. الموضوع مش سحر، الأدوية دي بتأثر على كيمياء المخ، السيروتونين والدوبامين وجابا، ولما النوم يتغير الأحلام ممكن تتأثر. مش كل الناس بيحصل لهم كده، لكن لو الكوابيس متكررة راجع أدويتك مع دكتورك وما توقفش أي دواء من نفسك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة. معلومة صحية بس كيوت.